السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كفتة الفراخ. وصفة كده حلوة سهلة وبسيطة، عايزاكم تجربوها وتقولي لي رأيكم. معايا ايه؟ معايا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة مفرومة اهي، فرم ناعم. كمان معايا بصلاية مبشورة، ومعاها قرن فلفل رومي مبشور. ممكن تحطوا اللي حابب واللي مش حابب ما يحطش، ممكن تحطوا قرن سبايسي عادي مفيش مشكلة. ومعايا بقدونس مفروم اهو. البهارات بتاعتي بقى ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، شويه رشه من الحبهان المطحون، ورق لوري مطحون، معلقه نشا، مكعب من المرق، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا اضيف البصل والفلفل. ممكن تستبدلوا البصل لو مش حابين تحطوه معاها ببصل باودر، بس انا بحب البصل ده اكتر. وهضيف كمان البقدونس المفروم، وكمان هضيف كميه البهارات اللي انا قلتها معاكم. هزود عليهم بقى ايه؟ هزود عليهم معلقتين من البقسماط بالشكل ده. ادي اول معلقه، وكمان معلقه. هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ هبدا اعجن الفراخ بتاعتي، كفته الفراخ بتاعتي دي كلها، وارجع لكم. ودلوقتي كفته الفراخ اهي بعد ما عجنتها كويس بالشكل ده، هسيبها بقى شويه كده نص ساعه، وبعد كده نرجع نصبعها مع بعض. دلوقتي انا طلعتها من التلاجة اهو. هبدا دلوقتي ان انا ايه؟ اصبعها. دي ميه البصل اهي، حطيت عليها معلقه بس من الزيت، ودي الاسياخ اللي انا هصبع بيها. دلوقتي انا هبل ايدي كده، وهبدا اخد قطعه من الفراخ بالشكل ده، وهبدا ان انا اصبعها في السيخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهطلعها واحطها في الصينيه، وانا مجهزه الفرن بتاعي عشان اهي بالشكل ده. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. وانا مجهزه الفرن مسخناه عشان احطها في الفرن. هخلصها وارجع لكم. يلا بينا. دلوقتي انا خلصت كميه الكفته اهي، وحطيتها في صينيه مسخنه بقى الفرن، هدخلها فيه تستوي وتاخد لون، ونقدمها مع بعض. يلا بينا. ورجعت لكم دلوقتي بعد ما طلعت الكفته بتاعتنا. بصوا شكلها ما شاء الله حلوه جدا، وريحتها تحفه. بصوا بصوا حلوه ازاي من جوه ما شاء الله. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك، سبسكرايب، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. باي باي.